في حكايات بتتحكي عشان تخوفك، وفي حكايات بتتحكي عشان تمسح أي فكرة عندك عن الأمان. لكن الحكاية دي مش مجرد قصة رعب، دي حكاية حصلت في مكان حقيقي، في جناح 8 مستشفى الخنكة. محمود طالب تمريض في سنة رابعة، شاطر ودماغه شغالة، بس عنده مشكلة، يحب يدور في اللي مش مفروض يدور فيه. اتوزع تدريب على مستشفى الخنكة. أول ما دخل من الباب شاف راجل عجوز قاعد في الاستقبال، وشه باين عليه العصبية. قال له: لو شفت باب مفتوح اقفله وما تبصش جواه. محمود ضحك، بس ما كانش يعرف إن أول ضحكة في المكان وآخر راحة هيحس بيها. في ممرضة اسمها مدام سناء مسكت محمود من إيده وقالت له: كل حاجة هنا لها قواعد، بس أهم قاعدة الجناح رقم 8 مالكش دعوة بيه. سأل عليه، قالت له: لأنك لو قربت هتشوف وهتسمع ومش هتعرف تسكت. محمود ما خدش كلامها جد، بالعكس فضوله زاد. أول ما غطيها عليه الدنيا سكتة تماما بعد الساعة 1:30. فجأة سمع صوت خبط، صوت رجلين بتتحرك. قام بسرعة وراح يدور، لقى الصوت جاي من جناح 8. بص من العين السحرية، شاف نور ضعيف جوه، وشخص واقف من بعيد ملامحه مش واضحة، بس جسمه مش ثابت، بيتهز كأنه مش بني آدم. تاني يوم وهو بينضف الدولاب بتاع التمريض لقى ظرف مكتوب عليه بخط مش واضح. لو قريته هتدخل. جواه ورقة مكتوبة من ممرضة قديمة اسمها سهير، اختفت سنة 91. مكتوب فيها: الجناح مش فاضي، الجناح بيتنفس، وفي كل ليلة بيجذب روح، وأنا كنت أول واحدة. هنا بقى محمود بدأ يفهم إن المكان ده مش عادي. وفي الليلة الرابعة محمود سرق المفتاح من الحارس وقرر يدخل. الباب اتفتح لوحده، وريحة غريبة شبه ريحة تعفن لحم قديم. الأرضية متغطية تراب، بس عليها آثار أقدام جديدة. وعلى الحيط مكتوب بخط شبه محفور، مكتوب: أنا اللي رجعتهم ومحدش سألني ليه. في آخر الممر شاف كرسي حديد مربوط عليه حزام، والحيطة اللي وراه مدهونة دم. بعد كده لقى شريط كاسيت قديم مكتوب عليه سهير على الاعتراف الأخير. شغله وسمعه، كان متسجل في الشريط: اللي دخل الجناح عمره ما خرج زي ما دخل. الجناح بيستقبلك كأنك ضيف، بس لما تبص وراك تلاقي نفسك كنت